يسعد لي اوقاتكم كل خير وكل وقت. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وروتيننا جديد. طبعا فيديو اليوم خارج البيت. جايين نشتري الاغراض الولاد طبعا المدرسية. هلا عنا هدول 3 اوراق، تقريبا 4، الصف الاول والصف الثاني والثالث، وهاي الصغيرة للروضة. فهلا بيلزمنا اغراض ل4 اولاد. فمثل ما شايفين هلا جينا على الغوفو، ما بعرف هالمرة رح نشتري هون الأغراض المدرسة. فإن شاء الله هيك نتوفق ونلاقي كل شي مطلوب بالورقة. هلا بنفوت لجوا وبناخد لكم جولة كمان جوا بتشوفوا الأغراض. بس نفوت رح تلاقوا جولة حلوة جوا إن شاء الله. هلا خلينا نفوت لجوا نجيب سلة. معنا مشكلة مو جايبين فراطة، ولحتى نطالع السلة لازم نحط اليورو أو نص يورو تقريبا لحتى تطلع، ونحن ما معنا فراطة غير الكرت البنك، فما بعرف كيف بدنا نطلعها. جاب هاي لحتى يفكر أحد من الموظفة. وهلا خلينا نفوت لجوا نبلش بالجولة. هلا اجت الموظفة فهي عم تساعدنا بالوراق. أخذت الورقة، صارت علينا أسهل يعني. هي عم تلم الأغراض وأنا بس عم بدور حواليها. هي عم تمشي وأنا عم بمشي وراها. جبنا هدول الأكياس من عندهم، هلا اشتريناها. فقلت بحط الولد كيس مشان ما تخربط بيناتهم. هلا حاليا مشترين هدول الأغراض ولسه مكملين. ففي هدول لسه، وكمان في هاي. بحط هاي في الكيس. Und hier noch ein Malkittel. zu Hause. لبنتي الكبيرة هلا بلشنا لابني. Das. ابني Dann ein großes Geschirrspüler, einmal für die zweite Klasse. Haben wir, glaube ich. 1 oder 2. 1. Okay. هلا بلشنا بهذا الكيس، طلع عنا لسه هاي خلص عملنا. هاي خلص. هاي خلصنا، لسه باقي كتير. خلينا نكمل. انا بس عم شيل السلة وعم بلف حواليها. هي عم تروح بدقيقة خلصت كلياتهم. أول ورقة خلصت بشي 10 دقايق. في شغلات موجودة بالبيت عم بقلها إنه موجودة، بس الشيء اللي مو موجود عم بحضره. Und einen schwarzen. Da haben Sie auch hier einen drin, 2 Stück für einen hier, einen hier. So, dann brauchen wir noch mal Schnellhefter in Rot. Hier auffüllen, grün. Auf der anderen Seite noch holen. Ja. Welche Farbe? Weiß und Weiß und schwarz. Weiß und Schwarz. Und da kommen auch hier diese Folie rein. كل rein. Diese. واخذنا هدول اثنين. Dann haben wir hier هاد في عندهم بالبيت بس قديمين شوي خربانين. Wachsmalstifte. ما راح اخذها، في عندي شغلات بالبيت فما راح اخذهم. شغلات اللي موجودة ما راح اخذهم، اللي ما لها موجودة عم باخذهم. خليني الحق لوين راحت هاي. دل كم شغلة ونخلص لابني تاني كمان. ما شاء الله كل شي موجود. Irgend so einen Stift von diesen, wo man ausradieren kann. يا das ist toll. لأن بس بنتي الصغيرة ما شاء الله عم تخلصهم فورا. Der fehlt noch. Hier, den haben wir nicht im Moment. يا عم بس عم بركض ورا.
بس عم بركض وراها. Auch im Moment, das fehlt auch noch. شايفين الشناتي هون حلوين بس صاروا شوي غالي، 139 يورو. هي لسه عم تكمل بالأغراض. في عندكم كمان هيك شي نفس السعر حلوين. في هاد بيجي 3 قطع معه. Grün, يا gelb, weiß haben wir noch. Weiß, يا braun, براون. braun. Genau. Und schwarz, noch einen schwarzen. Genau. Eckspanner, noch Eckspanner und einen lila. So. Das brauchen wir noch. Ja. Dann brauchen wir Farbkasten auch. Ja, auch brauchen. Möchten Sie noch Und? Glas hier? Ja. Dann ein Wassergefäß. Äh, Hier, Wassergefäß. Wassergefäß. ja. Und ein Malkübel und ein Lappen noch. Lappen können Sie von zu Hause irgendwas, so einen Lappen holen. خلصنا هدول كمان، لسه باقي كم شغلة لنخلص. نشوف وين راحت. طبعا أسعارهم حلوة، ما لهم غاليين كتير ولا لهم رخاصة يعني. هاي كمان واحدة. هدول هن أسعار. طبعا عم فرجيكم هيك أجزاء صغيرة منهم لحتى تشوفوا. Und zwei dünne. Ja. Alles. Die erste Klasse würde ich sagen, reicht 10. Nehmen wir da Waschbarer Folienstift. Ja, jetzt müssen Sie doch noch mal so einen nehmen, weil das braucht auch eins. Das ist auch im Rauch erster Klasse? Ja, Ah, okay. Waschbarer Folienstift. Und dann noch mal Wachsmalkreide. هدول هن الأسعار. عم حاول أورجيكم شغلات هيك بسيطة. Knete in der Plastikdose haben wir nicht da. Stehordner noch mal sowas. هاي أخ. Das fällt dann auch. Das ist Schreibblock, DIN A4-1, gelocht. Das ist Am aber besten- keine hier. Nee, Okay. am besten zum Kleinen, die müssen das haben. اوكي. Ja, in der Stadt. هيك خلصنا الأغراض الأولاد طبعا لصف الأول والثاني والثالث. الأولاد 3 يعني. وهيك بكون خلصت، وإن شاء الله هيك بروح على البيت وبفرجيكم كل الأغراض وبتشوفوا كلياتهم. فتكملة الفيديو رح نكملها بالبيت لتشوفوا الأغراض كلياتهم شو أخذنا، شو لزمن للصف الأول والثاني والثالث. هلأ صار وقت المحاسبة، بدنا نحسب الأغراض. كم ذكرته؟ أخذه مشان نحط الأغراض هي. هلا رح نحاسب ونطلع ونفرجيكم باقي الأغراض بالبيت. Damit Sie genau wissen, was wohin kommt. So. طبعا هذا الكيس لحال بس لولد واحد، وفي لسه هدول 2 كمان بدنا نحاسبه. مثل ما شايفين عم بحط كل ورقة لإله بكيس تبعهم مشان ما انسى. وهدول هنا الأغراض. هلا بنخلص هون صبايا وبروح على البيت وبورجيكم باقي الأغراض. Hallo. هيك بتكون تقريبا خلصنا يعني. ونخلص من أغراض المدرسة. طبعا ما ضل شي 2 3 بيفتح المدارس. تأخرنا شوي لحتى هيك فطينا خلص المواعيد لقدرنا ناخد نيجي نشتري الأغراض. وشي نص ساعة أو أكتر بالمشي. هيك تقريبا خلصنا. بنبلش بكيس تاني هلا. هاي ورقتهم بحط فيها هون لحتى نحطها هون لبين ما نخلص الكيس الثاني. نبلش بالكيس الثاني. خلصنا الكيس الثاني. هذا الكيس الثاني خلصناه كمان. هلا بدي فرجيكم الأسعار كيف طلعت الفاتورة. بس يخلصوا كلياتهم بفرجيكم قديش طلعت الفاتورة الأغراض. هاي قربنا نخلص الكيس الثالث.
هي قربنا نخلص. خلصنا تقريبا. Ja. هاي خلصنا. هون بدي افرجيكم السعر. خلينا نحطها. هلا خلصنا، بس خليني افرجيكم الفاتورة قديش طلعت. خليني افرجيكم قديش طلعت الفاتورة. شايفين؟ بس امسك لي اياها شوي. خليني افرجيكم قديش طلعت الفاتورة. يعني ما بتلحقوا تعرفوا شو اخذنا وشو ما اخذنا. هي كل الفاتورة. خليني افرجيكم لتحت قديش طلعت الفاتورة، بس لا تنصدموا. هاي ل3 أولاد. طبعا كان في كم شغلة ناقصة كمان لسه ما اخذنا. خليني افرجيكم على الطولة، يعني طولة صايرة اطول مني تقريبا. شايفين؟ هاي هي كلها. هاي هو محل اللي اخذنا منه غوفو. هلا بورجيكم الصورة على اللافتة كمان قدام الباب لحتى تعرفوا. شايفين الفاتورة؟ يا سلام، يعني أطول مني. أول مرة بشوف هيك فاتورة بحياتي. اسم المحل صبايا مثل ما شايفين، اللي أخذنا منهم الأغراض. ما بعرف إذا ببين عندكم. هذا هو اسم المحل غوفو. خلينا نروح على البيت وورجيكم شو غراض اللي أخذناه. هلا في مسافة منيحة للمشي، بدنا نمشي شي نص ساعة أو أكتر. فخلينا نروح على البيت وورجيكم شو أخذنا الأغراض. 3 أكياس بدنا نروح فيهم على البيت كمان. فالله يعيننا كيف بدنا نوصل على البيت. شي تقريبا 40 دقيقة أو 35 دقيقة بالمشي. خليكم معي، خلينا نروح على البيت ونورجيكم شو أخذنا الأغراض. وهيك صبايا بعد ما وصلت على البيت وهيك استرحت شوي، رتبت كل الأغراض لحتى انتو تشوفوا. بس الوقت انا بدي اشوف شو غراض اللي لازمهم، لسه في نواقص يعني. وكمان انتو بتشوفوا تاخدوا فكرة. فهدول هن غراض اللي اخذتهم اليوم معكم. هاد لابني الصف الثاني. هدول طبعا في شغلات عندهم موجودة بالبيت، وفي شغلات لسه بدي اشتري كم شغلة يعني مو كتيرة. وهاي لبنتي للصف الثالث هالسنة إذا الله راد بدها تروح. هدول هن للصف الثالث وهدول للصف الأول. طبعا الصف الأول اشتريت كتير أغراض، هدول كلياتهم موجودة بالقائمة، كلياتهم اشتريتهم لأنه ما موجودة عندهم ولا شي. فمثل الصف الثالث كمان اشتريت أغلب الأغراض، بس في شغلات مثل هاي في 100 قطعة موجودة فيها. حتى الموظفة قال فيكي توزعي بيناتهم. وفي الكليبة كمان هاي فيني وزع بيناتهم لكل وحدة واحد. ففي شغلات نواقص بدي اشتريهم، وفي شغلات موجودة عندهم بالبيت لساتهم جداد فما اشتريتهم. لسه ضل عندي كم شغلة وبخلصهم. وحبيت هيك اخذ لكم هيك يعني فكرة سريعة تاخذوا عن الشغلات اللي بتلزم للصف الأول والثاني والثالث. وإن شاء الله مجهزة الفيديو بدي نزله بهاليومين. طبعا بعد هذا الفيديو إن شاء الله بينزل. أخذت جولة كاملة بالمحل غوفو. هلا أنا بالنسبة إلي كتير حبيت. أول شغلة هي الأسعار كتير حلوة، مو غالية أبدا، وفي عروضات كتير حلوة يعني. لا غالية كتير ولا رخيصة كتير، حلوة. وتاني شغلة انه بتلاقوا اغلب الشغلات كلياتهم موجودة. اذا رحتوا لمحل تاني بدكم تاخدوا اغراض المدرسة هدول، ففي شي بتلاقوا في شي ما بتلاقوا، بس محل غوفو في كل شي. هلا بعد هذا الفيديو بنزل لكم ان شاء الله الفيديو تبعيت جولة الغوفو، مصورة هيك تفاصيل كاملة عن الاسعار والعروضات والشغلات القرطاسية كلياتهم. فان شاء الله بعد هذا الفيديو بنزل. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين تشوفوا هذا الفيديو جولة كاملة بالغوفو والعروضات اللي موجودة والاسعار. لحالكم رح تعرفوا الفرق بين الأسعار غوفو والباقي محلات. فكتير حبيت. بتعرفوا يعني بركة 3 أولاد فشغلات كتيرة بدهم يعني. فواحد يعني بيحتار شو بيلزم كيف. والله لولا الموظفة بيجوز كنت على المدار اليومين روح اشتري الأغراض، أو بدي شي 2 3 أقل شي. بس ما شاء الله الموظفة خلصتنا اليا كلياتهم بشي نص ساعة لكلياتهم خلصت. ايه والله. فهيك بكون خلص الفيديو صبايا.
إذا حابين ننزل لكم بكير الفيديو الجولة الغوفو اكتبوا لي بالتعليقات، بحاول اني ننزل بكير. فاذا ما لقيت هيك تعليقات كتيرة بدكم اياه فباخد راحتي وبنزله، وهيك بكون خلص الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا من الفيديو، وكانت يعني هيك جولة مفيدة لكم. واذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك، ادعموني بتعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الحلوة، وحاولوا هيك اذا قدرتوا يعني هيك تنشروا الرابط لاهل، للرفقات، للاصدقاء، لحتى تكبر عائلتنا الصغيرة ويكونوا جزء من عائلتي الحلوة. وهلأ صار فيني لكم انتظروني بفيديوهات جديدة وروتينات جديدة وجولات جديدة. كنت معكم أم نورسين.